أراهن إن نسبة كبيرة قوي ما تعرفش معنى الآية دي، أو بمعنى أصح ما تعمقتش فيها قوي. نعم العبد إنه أواب، يعني إيه؟ يعني لزقت في دماغي كده، وسبحان الله جت صدفة إن أنا أدور على المعنى، فلقيت معناها جميل قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيشكر في العبد، بيقول لك نعم العبد. إيه بقى الأواب ده؟ اللي هو بيغلط ويخطئ ويصيب ويرجع لربنا تاني ويستغفر، ده الأواب اللي بيؤوب لربنا سبحانه وتعالى بعد كل معصية وبعد كل غلط. إلا طبعا ظلم العباد دي نركنها على جنب يا جماعة، عشان ما نفتكرش إن أنا ممكن أرجع لربنا واستغفره وأنا ظلمت حد. لا، حقوق العباد دي ركنوها على جنب، حقوق العباد دي مرهونة بعفوهم، تمام. إنما حق ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في آية تانية: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة، وإيه تاني معاها؟ النفس اللوامة. إيه النفس اللوامة؟ نفس الحكاية، اللي بتغلط وتلوم نفسها على المعاصي اللي هي عملتها، وترجع لربنا تاني وتستغفر تاني. بس الشخص الأواب ده جزاؤه عند ربنا إيه؟ إنه هيكون في معية ربنا، هيكون دايما في حمى ربنا، إنه لما يسأل ربنا بحاجة ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليه على طول ويرزقه، إنه هيرزقه كمان من غير ما يطلب من ربنا. العبد الأواب والنفس اللوامة دايما لما تكون مع ربنا، ودايما لما تختار ربنا في كل حاجة، فأكيد ربنا هيختارك برضو. خليكم مع ربنا، ويا رب دايما ما يفتناش في الدنيا، ويخلينا دايما معاه. ودايما بدعي وأقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا يثبت قلوبنا على دينه، وما يجعلناش من الناس اللي بتأذي غيرهم. ويا رب يجعلنا دايما أوابين، بنرجع لربنا تاني ونستغفر لربنا تاني. فدي حاجة كبيرة قوي عند ربنا، وحاجة كبيرة قوي كمان عند ربنا ان هو يخليك تشوف الفيديو ده وتوصل لك الرسالة دي في الوقت ده بالذات. ليه؟ جاوب انت على نفسك، ليه اشمعنى في الوقت ده وصلت لك الرسالة دي؟ دي رسالة من ربنا عن طريق شخص ما انت شفته صدفة وانت بتقلب على اليوتيوب او على التيك توك او على الفيسبوك، اي حاجة ايا كانت. افتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى لو انت من الناس دي فربنا بيحبك، وانت مكرم عند ربنا سبحانه وتعالى. يا رب اجعلنا منهم دايما. نعم العبد انه اواب والنفس اللوامة. النفس اللوامة. ربنا يا رب يجعلنا دايما من المظلومين ولا يجعلنا من الظالمين. السلام عليكم.